أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. بصراحة أنا كنت لسه مسجل مع حضراتكم تحليلات النهاردة بتاعة 16/1/2026. وبعد لما خلصت كنت فاتح صفقة. وبعد لما خلصت التحليلات حبيت إن أنا أشارككم بالصفقة دي اللي أنا فتحتها وأشكر ربنا. والمجد والفضل كله لربنا. الصفقة دي قفلت بربح. الصفقة دي كانت من ضمن آه، التحليلات اللي اتكلمنا فيها النهاردة. فيلا بينا نشوفها مع بعض ونبص عليها الأول. آم، خليني أشارك حضراتكم بصورة الصفقة. آه، هتلاقوها هي افتحوا الفيديو اللي فات، أنا لسه كنت منزله من دقايق أعتقد. دي الصورة اللي أنا كنت بشارك حضراتكم بيها. آم، طبعا السعر أكيد اختلف، اتحرك بعد لما أنا كنت بشارككم، لأن الصورة دي آه، هيبقى فيها تغييرات، فوارد تلاقوها اتغيرت أو هي نفس الصورة اللي أنا كنت مستخدمها في الفيديو اللي فات. بس خليني أوضح لكم وتقدروا ترجعوا حضراتكم بنفسكم للفيديو، هو لسه نازل من دقايق، اسمه تحليلات الذهب والفوركس والمؤشرات العالمية يوم 16/1/2026. وكنت قلت لحضراتكم لو تفتكروا، قلنا الحد العلوي اللي فوقيه شراء اللي هو دون 64000 سوري 4632، والحد السفلي 4580 اللي تحتيه بيع. وقلت لحضراتكم ان الحد الوسطي لو تفتكروا، الحد الوسطي اللي هو 4606، قلت عنده السعر يا إما شراء يا إما بيع. وقلت كده، قلت إن أسفل هذا الحد الإغلاق الإيجابي آخد صفقات بيع، وفعلا ده اللي أنا عملته. دخلت صفقة بيع من هنا، من الرينج دون، وأشكر ربنا كانت مكسب. خليني أوري لحضراتكم اللي حصل في الصفقة. يبقى أوري لحضراتكم حالا. دي كده الصفقة، صورة الصفقة آه اللي دخلتها. دخلت من الرينج ده اهو، شايفين 4606، فاكرين الرقم ده اللي هو الحد الوسطي. ادي بداية الصفقة متعلمة بالنقطة دي اهي. كويس، صفقة بيع، وفعلا وصلت لغاية الحد السفلي، وده نزلت ضربت اخذت التيك بروفيت او جني الارباح بتاعنا. نشكر ربنا، الفضل الشكر كله والمجد لربنا. لكن حبيت اشارك حضراتكم. طيب خليني كمان اشارككم بصورة آه الإغلاق نفسه أهو. دي التداولة بتاعتي ومتأيدة كده على المنصة، هتلاقوها. بصوا كده معايا، الصفقة دي استمرت حوالي ساعة وربع. يعني أنا فتحت الصفقة هنا عند راس السهم دون، واستمرت الصفقة حوالي ساعة وربع. ونشكر ربنا قفلت الصفقة هنا. ده كان التيك بروفيت أو جني الأرباح اللي أنا كنت محدده. نشكر ربنا الصفقة كانت ربح. مبروك على الجميع. ودايما بتمنى لحضراتكم كل بركة. ونشوفكم في التحليلات القادمة وفي كورس المنتور تريدر. شكرا لحضراتكم.